راديو صوت العرب، عنوان التميز والارتقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء مستمعي صوت العرب. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصحة النفسية في منهج السنة النبوية. معكم هدى المغاوري. أمسية الليلة في أثر التقوى على المجتمع. المجتمع بنيته الأساسية هي الأسرة، والأسرة أعمدتها هي الأب والأم والأبناء. الأب رجل يتقي الله، والأم امرأة تتقي الله، وكل رجل وكل امرأة له أدوار متعددة في الحياة. بداية، المؤمن التقي، الرجل المؤمن التقي هو زوج تقي يتقي الله في معاملته مع زوجه أو في علاقته مع زوجته، وبالتالي فإن كره منها خلق أحب منها الآخر فلا يظلمها ويحسن معاملتها. وهو أب تقي فهو يعدل بين أبنائه حتى في القبلات، ولا يفرق بين ذكر ولا أنثى، ويحرص على تعليمهم قواعد الدين وتأهيلهم للحياة الكريمة، ويرى إنفاقه عليهم قربة لله، ولا يعدل بناته لرغبة مادية، بل ييسر زواجهن ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والمرأة هي امرأة تقية، فهي زوجة تقية تتقي الله في علاقتها ببعلها، وترى في حسن تبعلها لزوجها ما يعدل أو ما يعادل الجهاد في سبيل الله. وهي أم تقية تنشئ أبنائها على تقوى الله، وتحرص حرصا شديدا على أن لا يصل لأبنائها إلا الحلال الطيب من مأكل ومشرب. الأبناء في هذه الأسرة، عندما يكون هناك أسرة بهذا الوصف، فإن الأبناء في هذه الأسرة ينشأون أسوياء النفس، سعداء بحياتهم، بارين بآبائهم. فلا عجب أن تكون هذه الأسرة قوية تتحمل ابتلاءات الحياة دون أن تضعضع كيانها. كذلك هذه الأسرة بهذا التكوين، بهذا الشكل، بهذه الصفات، تكون لها روابط قوية مع العائلة الممتدة، الأب، العم والخال والجد والعمة والخالة وكل أفراد العائلة الممتدة. هنا الكل يحسن التعامل، الكل يحسن الوفاء، الكل يحسن الحفاظ على الحقوق والواجبات والحدود، وبالتالي ينعم الجميع بحياة كريمة قوية وأمان اجتماعي. والأمان الاجتماعي أيضا لا يتحقق إلا بمعاملة أو بوجود علاقات أخرى مع طوائف أخرى في المجتمع، منها